عليها منذ يومين أمام مجلس الوزراء. تشتعل في جسد متظاهر حاول حرق المجمع العلمي المنصري. عمر عفيفي أميتاب باتشان رجع لنا في الصورة تاني ودخل بعد ما قلنا ربنا رحمنا منه. طبعا هو قاعد برضه رفع عليه قضية سب وقذف، قاعد في أمريكا بيجاهد بالدولارات هناك وقاعد مبسوط، بيحذر من حرق مسبيرو والبنك المركزي ومحطات الكهرباء. ده انت لو جيت مصر هتتضرب ضرب، بس يبقى تعالى لو انت جدع، مش انا طبعا ان شاء الله الشعب نفسه يعني. بس تعالى. منصور حسن يمهل العسكري ساعتين لايقاف العنف والا سيستقيل من منصبه. حمزاوي يدعو للقوى السياسيه للاجتماع واعتصام مفتوح بالتحرير. يا عم الالماني اهدى، شوف مشكله المانيا وبتاع انت. المتظاهرون يعيدون نصب الخيام للاعتصام من جديد في التحرير. شكرا جزيلا. البرادعي مخاطبنا العسكري: ألا تخجلون بتجريد الفتيات من ملابسهن؟ يا واد يا مؤمن، يا واد يا مؤمن. حبس 16 متهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء. كله بقى متدين بيدافع دلوقتي عن المنتخب، واحنا ما نعرفش المنتخب دي منين أصلا. احنا ما نعرفش هي منين. ما انتوا كنتوا بتيجي تقولوا القبض على منتخب، الراجل لابس منتخب، القبض على منتخب مش عارف ايه. خلاص بقت هذا من يوصف بأنه داعية إسلامي، ورأينا من معه أيضا يضحكون ويسخرون من يعني كلماته وتعليقه على إدانة الدكتور البرادعي لمشهد تعرية الفتاة وسؤاله لأولي الأمر: ألا تخجلون من هذا المشهد؟ فيكون هذا التعليق يا واد يا مؤمن، وكأنه الإيمان أن نقف فقط وتخرس الألسنة تماما عن مشاهد التعرية. نتحدث فقط عن التي تتعرى بمزاجها، تقرر أن تتعرى وقد تتحمل وزر ما ارتكبته من جرم أو من حرية. يعني كل له أن يصف ما ارتكبته كما يحلو له، ولكن عندما تتعرى فتاة في الشارع أمام الكل وتكون فرجة للي يسوى واللي ما يسواش، وتكون صورتها في كل وسائل الإعلام العالمية والصحف العالمية، وتكون مدعاة لانتقاد إدارة الأمور في البلاد، وتكون مدعاة للنيل من ثورتنا ومن قدرتنا على بناء البلد، هذا لا يستحق الانتقاد. وكأنه الإيمان فقط يوصف كما يريدون وكما يتراءى لهم. الحقيقة أنه كلما نسمع ونستمع ونشاهد مثل هذه الأمور نترحم أكثر وأكثر وأكثر على الإمام والشيخ الجليل عماد الدين عفت. هذا الشيخ الجليل، هذه الشخصية المصرية الوطنية القوية التي ساهمت ومنذ البداية في هذه الثورة ولم يسعى إلى أي مكسب من هذه، من خلال دماء الشهداء ومن خلال التضحيات التي تبذل من البنات ومن الشباب الذين يقتلون ويتعرون ويتم سحلهم. للأسف الشديد